طبعا بعد تعادل النهارده سيراميكا وبيراميدز وفوز الزمالك وسموحه وفوز الاهلي على انبي. تعال اقول لك السيناريو اللي المفروض يحصل في الجوله الاخيره ما بين الثلاث فرق المنافسين. ان شاء الله باذن الله الاهلي عنده ماتش قدام مصر، باذن الله نكسبه. ان شاء الله يكون الدعم الاول والاخير الجماهير طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. الماتش التاني هيكون بيراميدز وسموحه. اعتقد ان يا ريت اتمنى ان سموحه تعمل حاجه قدام بيراميدز وتعثروا حتى بالتعادل. اتمنى من الله. بس لو انت جيت تبص على السكواد بتاع بيراميدز وسموحه هتلاقي كفه بيراميدز طبيعي كده كده مليون المية متفوقه على سموحه، بس اتمنى تعمل حاجه. ولو ان انا مش متفائل بفريق سموحه، لان شفناه النهارده قدام الزمالك وهو بيخسر. فريق متواضع جدا، فريق اقل من العادي، فريق ما عندوش الكواليتي والامكانيات اللي تخليه يعرف يتعثر مع بيراميدز. الماتش الثالث هيجي ما بين متصدر الدوري طبعا اللي هو محتاج نقطه لفريق الزمالك مع سيراميكا. اتمنى طبعا سيراميكا تعرف تعثر الزمالك بالخساره، حتى التعادل يخلي الزمالك تصدر الدوري. في الاول وفي الاخر اتمنى من الله فوز الاهلي وتعثر الزمالك وبيراميدز. في الاول وفي الاخر اقسم بالله العظيم هتلاقي جماهير الاهلي كلها متراضيه جدا بالنسبه للاداء والمستوى اللي اللعيبه رجعت له، بالذات قدام الزمالك وقدام انبي وبالثلاثيه النظيفه على التوالي. كل اللي فارق معانا ان احنا نخش حتى مركز تاني عشان نعرف نشارك في دوري ابطال افريقيا. الف شكر.